وليدات ثالثة إعدادي، مرحبا بكم دائما في السلسلة كيفاش نتعامل مع الوثائق يوم الجهوي. دابا غادي نشوفوا واحد الجراف من نوع خاص. علاش من نوع خاص؟ لأن هاد المرة ما عطينيش غير فاريابل واحد، ما عطينيش جوج ديال المتغيرات. في الحالات العادية كان تيبان لكم غير منحنى واحد. هنايا عندنا جوج ديال لي فاريابل. خاصك أول خطوة كيما قلت ليك تمشي تحدد لي زاكس. لي زاكس هنايا عطينا الوحدات ديال التركيز ديال شي حاجة، وهنا الايام، وخاصك تحدد شكون هما دوك لي فاريابل اللي تيتغيروا عندك الوسط. بالنسبه لا ليني اللي هي كونتيني، الخط المتصل، قالك يمثل تي سي لانفوسيت تي، يعني تي سي. اما الخط اللي هو ديسكونتيني قالك يمثل لا كونسونطراسيون ديال لي فيروس. يعني خاصك ضروري اول حاجه تحدد فاش تحط لك واحد الجراف، ضروري خاصك تحدد هاد لي فاريابل شكون هما الحوايج اللي عندك تيتغيروا مناش يتكون هاد الجراف. هادي اول خطوه باش تسهل عليك. مزيان، غادي نشوفوا مزيان هنايا شنو واقع. غادي نشوف واش يتغيروا بنفس الطريقه. خاصني نحدد النقاط اللي تيوقع عندي واحد الشونجمون ديال هذيك الفارياسيون ولا ديك ليفوليسيون. الا مشيت من الزيرو شنو واقع فيها بعدا؟ واقع فيها كونطاميناسيون. حتى لين هنايا كان عندي هادشي بحال نفس التغير. هنايا كانت عندنا اوغمونطاسيون، هنايا تقريبا بحال واحد ستابيليتي حتى النهار الرابع تقريبا. ابتداء من النهار الرابع شنو تلاحظ؟ اوغمونطاسيون رابيد. تزاد عندي شنو؟ هاد الليمفوسيت تي سي بحال طلعوا، والكونتيتي ديال الفيروس مالها نقصات. يعني في الوصف ديالي غادي نقسم هاد الجراف جوج ديال المراحل. غادي نشوف شنو وقع من الزيرو حتى الربعة، ونشوف شنو وقع من الربعة حتى الاخر، حتى النهار 14 تقريبا. مزيان، الا مشيت من الكونطاميناسيون حتى النهار الرابع اشنو واقع بان الكونتيتي ديال لي فيروس واقع فيها اوغمونطاسيون، يعني مرتفع النسبه ديال لي فيروس، يعني العدد ديال الكونتيتي ديال الفيروس هنا مرتفع. علاش؟ لانه تسرب لداخل الخليه ديال داك الشخص المريض وتكاثر الوسط ديالها. اما لا كونتيتي ولا الكونسونطراسيون ديال ال تي سي تقريبا راها فابل، بريسك نول، تقريبا بحال تساوي زيرو. حقاش تا داز يومين عاد تقريبا بدات عندنا واحد الاوغمونطاسيون اللي هي بروغريسيف، يعني ما بيناش كاع، عندنا واحد الاوغمونطاسيون اللي هي فابل، ضعيفه بزاف. ولكن ابتداء من النهار الرابع اشنو تتلاحظ؟ بان وقعت عندنا اوغمونطاسيون رابيد ديال تي سي، وديمينيسيون اللي هي تقريبا نقولوا رابيد ولا بروغريسيف ديال الفيروس في اش. اشنو تعني بان هذوك الليمفوسيت تي سي مشاو اتاكاو، مشاو بغاو يقضيو على داك الفيروس، مشاو تيقضيو على داك الفيروس. يعني من حد هما تيقضيو على الفيروس العدد ديالو تيقل، ومن حد هما غادي تبدا يتكاثروا، يعني العدد ديالهم غيتزاد صافي. يعني في الوصف ديالي شنو غادي نقول؟ غادي نقول بان لا فاز دو لا كونطاميناسيون جيسكا 4e jour. اشنو عندي augmentation du virus، يعني la multiplication du virus dans la cellule، dans les cellules des malades ولا ديال هذاك البيرسون اللي هو malade، و la concentration ديال ال LTC presque nul ولا stable. ابارتير من 4e jour، ابتداء من اليوم الرابع، اشنو عندنا؟ augmentation rapide ديال ال LTC، وعندنا ديمينيسيون امبورطونت ديال الفيروس حنا ما مسمينوش ليش من فيروس في التمرين، حنا نقولوا الفيروس ديال لاغري في التمرين. ديمينيسيون اللي هي امبورطونت. اشنو تعني بان هاد ال تي سي اتاكاو هاد ولا قداو على هاد الفيروس. تري بيان، مزيان. بالنسبه الريبونس هو هذا. من لا كونطاميناسيون حتى اليوم الرابع كما قلت لك عندنا الفيروس انفيكت لي سيليل دي مالاد، يعني تكاثر وسط الخلايا ديال داك الشخص المريض. يعني بطبيعه الحال غتوقع ليه اوغمونطاسيون. هادشي اللي قلنا بان المرحله الاولى عندنا اوغمونطاسيون ديال الفيروس. ابتداء من بعد اليوم الرابع شنو تتلاحظ؟ بان التيسي اتاك هذوك لي سيليل انفيكتي، قداو على دوك الخلايا المصابه بالفيروس. يعني الخلايا المصابه بالفيروس ولا الفيروس العدد ديالو غادي يقل،
يعني ديمينيسيون ديال لا كونتيتي ديال الفيروس جيسكا ديسباريسيون، حتى غادي يختفي تماما. لانه الا رجعت لا كورب غادي نلاحظ بانه وصل للزيرو، وصل للزيرو تقريبا في اليوم العاشر، راه وصلت لا كونتيتي ديال الفيروس الزيرو. ممكن انك تسكريني هاد الجواب حتى ترجع لي من بعد لو بغيتي تخدم على داك الجراف. تبارك الله عليكم، ونلقاك في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساش تخلي تساؤل في التعاليق، ولا احنا غادي نجاوبوك في لي فيديو ان شاء الله اللي غادي يجيو من بعد.